عفوا، حرية الاعتقاد والاعتناق، حضرتك مع إتاحة هذه الحرية حتى لأصحاب أي ديانة غير الديانات الثلاث؟ يعني بمعنى، يعني أنا أرجو أن تكون الكلمات في هذه الجزئية واضحة نعم. جدا. هذا جزء من المادة الثانية في وثيقة الدكتور علي السلمي. نعم. اللي هو لم يقصر المسألة على الأديان أصحاب الأديان الثلاثة، ولكن قال لكل من يعتنق ديانة. يعني طرحت المسألة، بعض المخاوف قال لك يعني نسمح للبهائيين أنهم يقيموا أماكن لعبادتهم، لمن يؤمن بما يشاء أن يفعل ما يشاء، فهناك رفض لهذا الاتجاه. هذا لا يجوز شرعا. نحن نعيش في دولة مسلمة، وهذه دعوة لفوضى لا يعلم خطرها إلا الله. نحن نقر أن ربنا تبارك وتعالى قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فأنا لا أكره أحدا على الدخول في ديني. نعم. لكن أنا في دولة مسلمة لا يجوز على الإطلاق أن أسمح لكل من أراد أن يظهر معتقدا وأن يتفلت من ضوابط هذا الدين وهو منتسب إليه نعم. لا يجوز على الإطلاق لأي منتسب لهذا الدين أن يظهر معتقدا يخالف أصول هذا الدين الذي ينتسب إليه. الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه، وهو في الوقت ذاته لا يسمح لأحد أن يخرج منه ليقوض هذا الدين من أصوله ومن أساسه ومن أركانه. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من بدل دينه فاقتلوه. وأرجو أن يكون الأمر واضحا أن الحكم لولي الأمر ولمن ينوب عنه. فالإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه. أما من دخل في الإسلام طائعا مختارا حرا غير مكره ولا مضطر، فليس من حقه على الإطلاق أن يزلزل عقائد وأصول هذا الدين وأصول هذا المجتمع المسلم بالخروج عليه بمعتقد يصادم أصول المعتقد الإسلامي الذي جاء به ربنا، الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا عز وجل. هذه مسألة واضحة. ولذلك ترى في الإسلام حدا يسمى بحد الردة. نعم. فلا يجوز لمسلم ينتسب إلى هذا الدين أن يظهر معتقدا يخالف عقيدة الإسلام. لكن لو آمن به مع نفسه دون إخلال بالمجتمع حق. أنا لا أريد فقط أن يتحول مجتمعنا إلى فوضى. هذه دعوة خطيرة جدا. نعم. هذه دعوة في منتهى الخطورة على بلدنا في المرحلة المقبلة. لا ينبغي أن تتحول الحرية التي من الله بها تبارك وتعالى علينا إلى فوضى. يعني أرجو أن يحذر الجميع حتى من ينادي بذلك سواء كانوا من العلمانيين أو من الليبراليين. أرجو أن يحذروا هذه الدعوة لأن خطرها سيعود على المجتمع كله. لا ينبغي على الإطلاق أن يتحول المجتمع المسلم المصري إلى مجتمع فوضوي. لن يقبل أبدا المسلمون في مصر أن يطعن معتقدهم من القرآن والسنة في مقتل أمام عيونهم. أنا شخصيا لن أقبل على الإطلاق، لن أقبل أن يطعن معتقدي وأن يطعن ديني على مرأى مسمع مني أبدا. هو الله سبحانه وتعالى لم يبح حرية الاعتقاد والاعتناق، يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أرجو نعم. ربما أكون قد لم أوفق في بيان لا ربما أنا اللي أعزك الله. فأنا بقول فرق بين رجل يعتنق اليهودية ورجل يعتنق النصرانية كأديان سماوية منزلة من عند الله تبارك وتعالى